حبايب قلبي، يا مساء الفل عليكم ومساء الورد والياسمين واحلى مسا عليكم. طبعا انا لما بروح اي منطقه فيها سوق استحاله ما احوتش عليه. انا كنت نازله الورجيان ابص على بابا واودي لهم شويه حاجات، ما كنتش رايحه خالص اللي انا اشتري اي حاجه. فطبعا بما انك تعدي من جنب السوق، السوق بيغريكي. طبعا انتوا عارفين انا ساكنه في البيطاش في شهر العسل، الاسعار عندي نار. كل حاجه زايده 5 جنيه 10 جنيه الاسعار الضعف. فقلت بما اني هناك ما كنتش ناويه اجيب اي حاجه، فجبت حبه حاجات بسيطه تسويقه كده خفيفه على الماشي. وفي حاجه ظهرت جديده قلت ايه اجيبها واجربها واوريها لكم، وعايزه اعرف مين اللي جابها ومين اللي جربها واذا كانت حلوه ولا وحشه، لانها اول ما بتطلع جديده مش بنبقوا ضامنين اذا كانت حلوه او وحشه او ايه ظروفها بالظبط. فانا هوريها لكم، هوريكم الاسعار اللي انا جبت بيها حبه الحاجات اللي انا جبتهم، وقولوا لي انتوا جربتوها الجديده حلوه ولا وحشه ونظامها ايه معاكم. فيلا بينا نشوف تسويقتنا البسيطه اللي باسعار مخفضه يعني على القد وحلوه جدا. فيلا بينا نشوف الحاجات اللي احنا جبناها. الحاجات اللي انا جبتها اهي، فما كنتش هقدر اشيل او اجيب اكتر من كده لان انتوا عارفين ظهري وجعني، ما بقدرش اشيل تقيل. فطبعا انا شلتهم وكنت تعبانه جدا. بصوا وانا خارجه من السوق لقيت حزمتين الفجل دولت، الاثنين دول ب5 جنيه. طبعا مش من الفلاحين، لان لو بتجيبها من الفلاحين بتبقى قصيره وبتبقى احلى، بس عايزه اقول لكم والله الورق بتاعها طري. وبصوا بحب الراس دي جدا، جنب الجبنه القريش بقى، جنب الجبنه البيضاء، جنب الفول، جنب الجبنه القديمه، بتبقى تحفه. الاثنين دولت جبتهم ب5 جنيه. تمام. برضو وانا خارجه لقيت البطاطا دي ب 12 جنيه. بصوا حلوه جدا اهي، شايفينها؟ يعني ممكن هلاقيها ان هو ب 15 ب 16، يعني ايه وفرت في ال 2 كيلو 6 جنيه. تمام. والبتنجان ده جبته ب10. هنا يا جدعان البتنجان ب15 وب16. بصوا زي الفل. شايفين انا بحب اجيبها مطوله وعامله كده من تحت عشان ما تبقاش ايه مبزره. جبت كيلو بال10 جنيه. اهي بقى يا جدعان، اهي الجديده اللي انا جبتها اللي لسه مش عارفه اخبارها ايه، وانتوا هتقولوا لي اخبارها ايه. مين جاب بقى البطاطس الجديده؟ شايفين اللي هي الموتشينا دي؟ هو الراجل اقسم لي بالله وحلف لي اللي هي تحمير واليه مضمونه. انا الراجل ده بصراحه في الورديان، اللي بيروح سوق الورديان اسمه صابر، بجيب منه بصراحه بطاطس عن ثقه. اي وقت بجيب منه البطاطس بيقول لي اليه مش كويسه مش كويسه، بصراحه باخدها منه عن ثقه. خدتها ب 10 جنيه، جبت 2 كيلو بال 20 جنيه. تمام. هنا البصل ده شايفين؟ اي نعم في بصل القشره متشاله منه وفي مش متشاله منه، بس عايزه اقول لكم البصله حلوه جدا جميله زي ما انتم شايفين كده. هو الكيلو ب8، جبت ال2 كيلو ونص بال20. تمام. وطبعا الرز عندي هنا والرز طبعا عندي هنا ب30، جبت كيلو رز ب22 جنيه. هجربه بس هو شكله حلو مش وحش. تمام. وجبت طبعا كيلو سمنه مش عايزه اطلعه عشان خاطر ما يبهدلنيش، لان حسيت اللي هو ايه سايح ب 100 جنيه. بصوا البصل يا جماعه حلو ازاي. بصوا ودي كانت تسويقه ايه بسيطه على الماشي. قلت اجيب ايه الحاجات ايه اللي انا ممكن تكون غاليه هنا، بس انا كل حاجه بشتريها ايه من هنا. فاللي جاب بقى البطاطس الجديده يقول لي ايه جربها ولا ما جربهاش وسعرها كام وتحمير ولا مش تحمير. طبعا دي بقى كل الحاجات البسيطه اللي انا جبتها زي ما انتم شايفين: الفجل، البطاطا، البطاطس، البصل، البتنجان، الرز، السمنه. طبعا بقى لو وصلتي لحد هنا ما تبخليش عليا بالكومنت الحلو والدعوه الحلوه، وتصلي على الرسول في الكومنتات، وتعملي لي متابعه، وتعملي لي اشتراك، وتعملي مشاركه للفيديو عشان كل حبايبك واصحابك يستفادوا وانا استفاد. وقولوا لي ايه رايكم، ولنا بالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.